الأيام الأول 25 على 3. الأيام الأول 25 على 3 يا سيد فونزي. يا سيد فونزي يقول بنو يدثون. الآن عندنا واحد اسمه يدثون، عايزين نعرفك على أولاده. عايزين نعرفك على أولاده. جدليا وصري ويشعيا وحشبيا ومتثيا. كم واحد هدول يا سيد فونزي؟ أعد لك هم تاني. أعد لك هم تاني، لا تغششوا يا أخوان، لا أحد يغششوا. بنو يدثون، جدليا، صري، يشعيا، حشبيا، متثيا. كم واحد هدول يا فونزي؟ 5. غششوك يا أنا شفت الأخ كتب لك 5. شفت الأخ كتب لك 5، لذلك المفروض أسألك سؤال تاني يكون أصعب شوي. طيب هدول 5، بس كاتب الكتاب المقدس، كاتب الكتاب المقدس بيخالفك، بيقول هم 6. بيقول هم 6. أقرأ لك النص كامل يا سيد فونزي. بنو يدثون، جدليا وصري ويشعيا وحشبيا ومتثيا 6. 6 تحت يد أبيهم يدثون. كم واحد يا سيد فونزي؟ 6. فالآن السيد فونزي يقول هم 5، والكاتب الملهم يقول بأنهم 6. وين الصح يا أخوان؟ انتوا برأيكم مين الصح؟ انتوا برأيكم مين الصح؟ عمر الشيخ دكتور عمر الفاروق عنده الحل. طيب معناتها نترك المايك للدكتور عمر الفاروق ونشوف الحل اللي عند الدكتور عمر الفاروق. بس أنا عارفك انت حتغاوز لفونزي، انت حتغاوز لفونزي، انا عارفك، لكن مع ذلك خلينا نسمع. تفضل اخي الادمن لك المايك. السلام عليكم. الله يعزك يا دكتور منقذ. طيب انا اقول حاجه، يعني حضرتك ممكن يعني نخرج من الاشكاليه دي ان احنا نعد اسم منهم مرتين، ده اقتراحي يعني. اتفضل يا دكتور عمر، معاك المايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والله انا ما طلبت المايك، لكن كتبت لك يعني بسيطه. الكاتب لما كتب سقطت الخاء والميم من الكاتب، بدل يكتب 5 فكتب 6 يعني. شو يا دكتور منقذ، يعني الكتبة النقلة يعني ما يبالون بالأرقام ولا بالحساب أبدا. يعني يحسبون شفطي بن متان وجدلي بن فشحور ويوخل بن شلمي وفشحور بن ملكية 5، هذول ال4. فهو عادي جدا يعني يحسبهم، ولكن لما يأتي في الجمع يغلط في الجمع، وممكن فت سطر يا دكتور منقذ يعني، أو فاتت عليه. يعني كل ده عادي جدا في الكتاب المقدس، وأمثلة كثيرة جدا. يعني أنا ما أستغرب يقول لك شفطي بن متان وجدلي بن فشحور ويوخل بن شلمي وفشحور بن ملكية، دول 5. ممكن تقول أسمائهم ثانية يا دكتور فاروق؟ نعم، شفطي بن متان، جدلي بن فشحور، يوخل بن شلمية، فشحور بن ملكية. أنا ما طلبت المايك يا دكتور منقذ، يعني نتعلم منك. بارك الله فيك. تفضل معكم الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. مفيش فشحوط ابن عفلقوط أي حاجة تاني يعني؟ متأكد يا دكتور عمر؟ اتفضل يا دكتور منقذ، معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة يا إخوة قريبا الحمد لله تم حل هذا الإشكال. تم حل هذا الإشكال. صح الإشكال ده بقي موجود في الكتاب المقدس ما يقرب من 3000 سنة، ما يقرب من 3000 سنة، لكن الحمد لله تم حله أخيرا. فقولوا الحمد لله، فقولوا الحمد لله. السؤال كيف تم حل هذا الإشكال؟ الترجمة العربية المشتركة يا إخوان، اللي عنده النص في الترجمة العربية المشتركة يحط لنا النص. الترجمة العربية المشتركة اجتمعوا الجماعة البروتستانت مع الكاثوليك مع الأرثوذكس، قالوا لا ما يصلح، هذول 5 والكتاب المقدس بيقول 6. طيب إيش الحل؟ إيش الحل؟ إيش الحل؟ الجماعة وجدوا الحل وطلعوا الحل في الترجمة العربية المشتركة. اللي عنده الترجمة العربية المشتركة الأيام الأول 25 على 3. لا هذه مش ترجمة، هذه اليسوعية. أنا بدي العربية المشتركة يا جماعة، العربية المشتركة، ما بدي اليسوعية. هذول اليسوعية لسه ما انحلت عندهم، اليسوعية ما انحلت عندهم. الترجمة العربية المشتركة هم اللي حلوها. دول هم العباقرة اللي استطاعوا يستدركوا على الكتاب بعد هذه السنين الطويلة. أيوة هذه هي. جدليا وصري
ويشعي وشمعي. شايفين هذه؟ الأخ وضعها وشمعي وشمعي، لاحظتوا هذه وشمعي وشمعي وحشبي ومثني وهم 6. ايش الاسم الجديد يا اخوان اللي ظهر عندنا؟ غير موجود 3000 سنة، غير موجود هذا الاسم. الآن وضعوا اسمه شمعي، شمعي اللي هو رقم 4، جدلية وصي وحشبية ومثنية. إذن تم الحل الحمد لله في الترجمة العربية المشتركة. خلاص الجماعة مشوا حالهم ودبروا، لا تدقق وراهم، الله يستر عليه. لا تكون حرفي لأن الحرف يقتل، لأن الحرف يقتل.